تخيل انك بتبني في مكان مليارات القلوب متعلقه بيه، اي خطأ او تأخير مش مقبول. الحج والعمره مش مشروع هندسي، دي رحله العمر لازم تكون متأمنه. التوسعه كانت ضروره، كانت لازم الطاقه الاستيعابيه تزيد من 600 ألف ل 2 مليون مصلي، ومن 48 ألف ل 107 ألف طائف في الساعه. وعشان الطواف ما ينفعش يقف، اداره المخاطر هي الامانه اللي كانت شايله المشروع. 1. تحديد الخطر، تحديد اكتر من سيناريو: توقف الطواف، التكدس القاتل، التأخير عن موسم الحج، حوادث إنشائية وسط الحجاج. 2. تحليل الخطر، تحليل المخاطر نوعي وكمي باستخدام ماكت مصغر للحرم عشان تكون أرقام حقيقية مش مجرد توقعات، ونعرف بالظبط إيه الخطر اللي تأثيره كارثي ونتحرك له فورا. 3. وضع خطة الاستجابة، تقسيم المشروع ل3 مراحل: تنفيذ الأساسات في نفس الوقت اللي الأعمدة بتتجمع فيه على شاسيهات حديد، تصنيع هيكل معدني جاهز للتركيب فورا لو التنفيذ اتأخر، تجهيز كباري مؤقتة، استخدام شدات معلقة عشان المسارات الأرضية تفضل مفتوحة دايما للحجاج. 4. التنفيذ، بننفذ الحلول دي لحظيا بمجرد ظهور أي محفز خطر. أول ما الزحمة تزيد، الكباري البديلة بتشتغل فورا علشان لا دايرة الطواف تتقطع ولا التنفيذ يقف. 5. المراقبة والتحكم، تركيب حساسات ذكية بتقيس الزحمة قبل ما الكوبري يوصل لسعته القصوى، يتقفل فورا وتتفتح مسارات بديلة علشان الحجاج. إدارة المخاطر هنا ما كانتش علم بيحسب الخسارة، دي كانت أمانة بتحمي رحلة قلوب المليارات متعلقة بيها. اللهم زيارة قريبة إلى بيتك الحرام، اللهم آمين.